السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم، يا رب كده تكونوا بألف خير وسعادة. يلا حبايب قلبي، هنشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. عندك بطاطس، عندك بيض، عندك قرنبيط، هتعملي أحلى أكلة النهاردة. هنعمل لكم النهاردة أحلى أكل. هنعمل ايه؟ هنعمل مقلوبة القرنبيط والبطاطس بالبيض. يلا حبايب قلبي، أول حاجة حطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. ويلا حبايب قلبي، هنعمل ايه؟ هنشوف الاول هنعمل ايه في البطاطس بتاعتنا ونرجع لكم تاني. خلاص حبايب قلبي، احنا خرجنا البطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهي. هتعملي بالبطاطس دي النهارده احلى اكل. طبعا انتوا عارفين غلاء الاسعار، وفي نفس الوقت اقتصاديه وبرده مغذيه مش وحشه يعني. يعني عشان عندك بيض مش لازم ماشي باللي عندك، مش لازم بيض يعني. ده البيض ده بيض بلدي كان عندي. عارفين البيضه النهارده ب5 جنيه. بضع عدد ب5 جنيه حبايب قلبي. احنا لازم نواجه بقى، نشوف ان الاسعار ربنا يسترها يا رب ويعديها على خير، وارفع الغلاء والبلاء عننا وعن بلاد المسلمين كلها يا رب. خلاص حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين البطاطس بتاعتنا غسلناها وخرطناها اهي زي ما انتم شايفين، طرنشات كده، لا رقيقه قوي ولا تخينه قوي اهي. حطينا هنا طاسه فيها زيت، وهنا بوله كده فيها ميه. حطينا فيها قشرية ليمونه، وجبنا نقطة خل كده كمان، نقطة صغيرة عشان بس هنشوف هنعمل فيها ايه. وشوية ملح كده. حطينا هنا نص ليمونة معصورة طبعا، ونص معلقة ملح، ونقطة خل. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب البيض بتاعنا نسلقه، عشان بس احنا حطينا الخل والليمون ليه؟ عشان زفرة البيض، والملح عشان يسوي لنا البيض بسرعة. يبقى كده خلاص، يبقى كده البيض. احنا بقى الزيت بتاعنا لما يسخن خالص هنقلي البطاطس زي ما هي كده، ما تسلقهاش. هنقلي البطاطس. نبدأ نقلي البطاطس زي ما هي، من غير سليق ومن غير اي حاجة. ده اقتصادي. انا كنت قاعده محتار نطبخ ايه، نعمل ايه. قلت هعمل الاكله دي، الغدوه دي هتبقى جميله وهتعجبك، وجربيها. ما عندكيش بيض مش مهم، ما تعمليش ببيض، اعملي القرنبيط والبطاطس، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. نقلب بقى البطاطس بتاعتنا، لازم تحمر قوي يا جماعه، ما نطلعهاش كده بيضه ونقول لا لسه هنسويها. لا، لازم تاخد لون كده وتبقى حمرا. والبيض بيستوي اهو. خلصنا من البطاطس يا حبايبي اللي انا هي زي ما انتم شايفين. هننقل بقى على على القرنبيط. هنقلي بقى القرنبيط بتاعنا. خلاص حبايب قلبي، احنا قلينا البطاطس زي ما انتم شايفين. هننقل على القرنبيط. خلاص حبايب قلبي، قلينا القرنبيط وقلينا البطاطس زي ما انتم شايفين كده. هننقل على بقى الرز. احنا معانا طاسه على النار، طاسه كبيره، اكبر طاسه عندك، او لحوقه او حله او صينيه، اي حاجه. حطيناها على النار كده، وحطينا فيها معلقتين سمنه او زيت. انا حطيت معلقتين زيت، او زي ما انتم شايفين كده.
ومعانا ميه بتغلي اهي، ميه بتغلي. هنشوف بقى هنعمل الرز بتاعنا ازاي. خلاص 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 زي ما انتم شايفين. هي دي. خلاص حبايب قلبي الزيت بتاعنا سخن زي ما انتم شايفين كده. معانا 3 كوبايات رز مغسولين ومصفيين. بس لازم يا حبيبه قلبي ما تغسل الرز في القعاد شويه. لازم تنقع الرز شويه علشان ايه ما نبقاش نزود له ميه كتير وهو بيستوي. معانا ايه تاني؟ معانا كيس خلطه الرز بطعم اللحم، مش غالي يعني ب5 جنيه اهو. هنضيفه بقى على الرز بتاعنا كده. نقلب بقى الرز بتاعنا حلو كويس قوي. طبعا ما ننساش الملح. على فكره حبايب قلبي انا كنت بقول ده هو مش ملح اللي فيه ملح، يعني هو فيه البهارات بالملح كله. هو كيس للرز بطعم اللحم، بيجي من عند من سوبر ماركت او من عند عطار او من اي مكان تجيبه. اه يا حبايب قلبي ده الرز بتاعنا. لازم نديله تقليبه كده مع كيس البهارات اللي احنا حطيناه ده. ننزل عليه بقى بايه؟ بالميه المغليه. نزلنا بحبايب قلبي على الرز بالميه المغليه زي ما انتم شايفين كده. لازم تكون ميه مغليه، وهنسيبه بس لما يشرب الميه دي، ما نكترش، يشرب بس شويه الميه اللي احنا حطيناهم دول. وبعدين خليكم معايا خطوه بخطوه كده عشان ايه تعرفوا تطبخوا الطبخه دي. احلى اكل واكله في نفس الوقت اقتصاديه. الرز بتاعنا بقى كده زي ما انتم شايفين. وهن ايه نتبل بقى البطاطس بتاعتنا. بس رشه كزبره كده، كزبره ناشفه كده بس، ورشه ملح على كمون على فلفل اسود. لازم نتبل المقليات بتاعتنا، البطاطس والقرنبيط. هم حبه قرنبيط كانوا متفرزين في الفريزر، فما تقيله خاس. خلاص حبايب قلبي احنا بهرنا البطاطس والقرنبيط برشه كزبره ناشفه كده، برشه فلفل اسمر، على كمون بسيط، ما تكتريش. وبنقشر البيض بتاعنا هم زي ما انتم شايفين. ما عندكش بيض مش لازم. وبعدين الرز بتاعنا اهو. الرز بتاعنا خلاص اهو قرب ينشف خالص اهو من الميه. على قد ما تقدري يعني ايه، ما تكتريش ميه، على اساس يشرب الميه دي، يعني على اساس احنا لسه هنعمله في الحله ونحط له كمان ميه. خلاص نكمل بقى تقشير البيض. نقشر البيض بتاعنا. خلاص اخر بيضه. خلاص حبايب قلبي احنا خلصنا كل حاجه اهون. جبنا بقى حله كده المونيا، حله ستانلس، حله اي حاجه جرانيت اللي موجوده عندك، المونيا اي حاجه اشتغلي بيها. احنا عندنا حله هي حطيناها على النار بعد خلاص ما ايه حشنا الرز بتاعنا على جنب، شلناه كده على جنب. بعد ما شرب الميه، الكوبايتين الميه اللي احنا حاطينهم له، هنجيب بقى ايه، دي بصله كده نحطها في الارضيه، تدي كمان نكهه للرز والاكل بتاعنا جميله. خليها بحيث كده ان هي تبقى مفرده كده في ارضيه الحله. ننزل بقى بقرنبيط كده. والله يا حبيبه قلبي هتبقى احلى اكل، احلى اكل هتعمليها، وفي نفس الوقت مش مكلفه. القرنبيط كده كده احنا مفرزينه قوي، يعني موجود عندنا على طول. هنزل بقى بالبطاطس. طبعا قلينا البطاطس حلو.
نرص البطاطس بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين في الحله، عشان بس تشوفوا اكتر. لما تعملي البطاطس ناشفه تعملي كده هتبقى اكله حلوه. هنجيب بقى البيض بعد ما حطينا البطاطس اهي، رصينا البطاطس، البيض اهو. يبقى البرنابيط بتاعك بصل الاول في قاع الحل، في ارضيه الحل. حطينا ايه تاني حاجه القرنبيط. البطاطس بقى ايه حطيناها كلها كده ايه في داير الحله، وهنحط بقى ايه البيض كده، نرص البيض كده ايه، نوقفه كده زي ما هو زي ما انتم شايفين كده. هننزل بقى بالرز. نجيب الرز كده ننزل بالرز. نفرش الرز كده في الحله زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. احنا طبعا ادينا له ايه كوبايتين ميه الاول، وخلطناه بالخلطه بتاعت خلطه اللحمه دي، او بخلطه الكاري او باي، مش لازم خلطه اللحم. هاتي باكو خلطه الرز بتاع الكاري، او شويه كركم من عندك او اي حاجه، او كده بس بهار الرز وخلاص باي بهارات من عندك. خلاص حبايب قلبي احنا هنعمل ايه، نغرف الرز خالص بتاعنا كده على الحله. طبعا هو فيه الملح وفيه كل حاجه. هو نص سوي يعني، شرب بس كوبايتين الميه الصغيرين، كوبايتين صغيرين ما كترتش يعني. عايز بقى يستوي ايه حطيه ني، حتى لو عايزه تغسليه وتحطيه ني كده، تضربي فيه شويه بهارات او شويه كاري على بهارات او كده، وتفرشيه على الحله كده ني ماشي، وتقعدي له بقى العقد بتاعه العادي ماشي. وده ايه الميه المغليه طبعا معانا اهي. خلاص حبايب قلبي، خلاص احنا عملنا الرز بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. نجيب ميه مغليه، انا حاطه ميه جنبي في بوله بتغلى على الايه، او كسرونه عندك او اي حاجه بتغلى جنبي اهي. نجيب ميه مغليه كده ون ايه نحط نشرب الرز بتاعنا كمان، لان هو مستوي نص سوي يعني، نص سويه او ربع سوي. خلاص حبايب قلبي احنا خلاص هنغطي بقى على الرز بتاعنا يستوي، ونرجع لكم بقى نشوف الاكله بتاعتنا الجميله التحفه دي هتبقى ايه. ونغطي بقى يا حبايب قلبي على الرز بتاعنا، على المقلوبه بتاعتنا الجميله دي، نغطي عليها ون ايه نرجع لكم نشوف بقى تستوي خلاص حبايب قلبي، والمقلوبه بتاعتنا استوت خالص اهي. هنجيب بقى الصينيه ونقلبها عليها. وجبنا الصينيه بتاعتنا يا حبايب قلبي، وقلبنا عليها المقلوبه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين. هنطلعها، البيض مستوي، كل حاجه مستويه اهي. البيض اهو، بصوا البيض اهو، والبطاطس مستويه جميله. البيض اهو بصوا، احلى مقلوبه هتاكلها، واحلى اكل هتاكلها، واحلى طعم، وفيها ريحه اللحمه يعني. انا وانا بطبخها كأن انت. وايه رايكم؟ وحط لايك للفيديو واشتراك في القناه، في قناه ايام حلوه مع ماما وسلمى 2. واشوف وشكم على خير فيديو جديد ان شاء الله، واشوف وشكم على خير.